صينيه الجلاش بقى الجميله المقرمشه من بره والطريه من جوه، الغرقانه بقى في العسل كده والفظيعه بجد. هتجربوها بالطريقه بتاعتي هتعجبكم جدا. شايفين شكلها واخده لون جميل جدا ازاي؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض بسرعه هنعملها ازاي. اول حاجه بقى هنعملها هنجيب لفه الجلاش كده سليمه، وبعد كده نقسمها نصين بالعرض كده بالشكل ده. كل نص منهم هيبقى هو نص الصينيه بالشكل ده. نحطه بقى على جنب ونبتدي نشتغل. هنجيب بقى سمنه كده مسيحينها او زبده وندهن كده الصينيه من تحت، ونبتدي بقى نحط ايه بقى طبقتين من الجلاش وبعدين ندهن بالسمنه. مش كل طبقه عشان نخفف بقى الموضوع شويه، ما يبقاش ايه تقيل قوي، يبقى بناكل حاجه حلوه وفي نفس الوقت مش تقيله قوي بالشكل ده كده. وبعدين ندهن بقى سمنه بالشكل ده. هنكمل بقى كل الطبقات بالشكل ده لحد ما نوصل نخلص النص اللي احنا عملناه للطبقه للصينيه من تحت. خلصنا بقى النص الاولاني، هنبتدي نجيب بقى دول شويه سوداني على شويه زبيب على شويه جوز هند على شويه سكر، مكسرينهم بقى مع بعض كده وخلطينهم مع بعض، عليهم بقى كيس فانيليا كده عشان يدينا ريحه جميله. نحط بقى في النص كده نحشي بيها. اي حد عايز يزود مكسرات، حد عايز يحط بقى مهلبيه، هو بقى ده المكان اللي احنا هنعمل فيه. نبتدي بقى نحط بقى النص التاني بقى كده برضو طبقتين زي ما اتفقنا. بصوا نحط بقى طبقتين وبعدين ندهن بالسمنه ونكمل بقى الصينيه كلها. خلصنا بقى رص في الصينيه، نبتدي بقى دلوقتي نعمل ايه؟ نقطعها. دي بقى مرحله جديده، هنبتدي بقى نقطعها يا اما مربعات يا اما سمبوكسات. هنبتدي دلوقتي نقطعها سمبوكسات عشان دي اصعب شويه. مربعات طبعا هنقطع بالطول وبالعرض. السمبوكسات بقى بصوا يا جماعه، هنجيب بقى من الركن كده بتاع الصينيه وهنبتدي ان احنا نقطع كده بالورب كده بالشكل ده كده، وبعدين نسيب مسافه كده قد ايه؟ قد كده عقلتين، وبعدين نقطع تاني. وهنكمل بقى كل الصفوف دي كده بنفس الشكل. قطعنا بقى كده من الناحيه دي، نبتدي بقى نقطع من الناحيه دي بالشكل ده كده بالورب برضو عشان تعمل معانا الشكل المعين ده اللي احنا بنحبه. قطعناها بقى بالشكل ده كده. بصوا هندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 ل 200 لحد ما الدرجه بتاع اللون بتاعها يبقى ذهبي كده من الاطراف، وبعدين نشغل عليها الشوايه تاخد اللون الذهبي الجميل. بس لازم نركز نقف قدامها عشان بتحمر بسرعه. وطلعت بقى صينيتنا الجميله من الفرن، شايفين خدت اللون الذهبي ازاي؟ هنبتدي بقى نحط عليها بقى السكر، الشربات قصدي بتاعها. الشربات ده عباره عن ايه؟ كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من الميه، هنحطهم على بعض لحد ما السكر يدوب، وبعدين نعصر نص ليمونه ونسيبهم يغلوا 10 دقايق، وبعدين اول ما نطفي عليهم نحط كيس فانيليا ونشم بقى احلى ريحه، وبعدين بقى نسيبه يبرد خالص والصينيه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى على الصينيه الجميله بتاعتنا بالشربات الجميل. الريحه بقى جميله وبجد بيبقى مقرمش كده وفظيع. جربوه بجد هيعجبكم جدا بالشكل ده كده. بصوا بقى السكر بقى نتحكم فيه، نزوده ونقلله حسب ما احنا حابين. شايفين شكلها؟ جربوها هتعجبكم جدا. بالهنا والشفا. شكرا ليكم، والسلام عليكم.